اهلا بيكم. يا رب حضراتكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. امبارح كان فيه مباراة ما بين قطبي الكرة، النادي الاهلي والنادي الزمالك. انسحب النادي الاهلي واحتسب 3 نقاط للنادي الزمالك، وخصم من النادي الاهلي 3 نقاط. طب الاهلي انسحب ليه؟ انسحب النادي الاهلي لانه كان عايز تحكيم اجنبي، والتحكيم الموجود تحكيم مصري، وده سبب انسحاب النادي الاهلي. نزل النادي الزمالك لوحده وصفر الحكم بانتهاء المباراة وبانسحاب النادي الاهلي، وبالتالي يعتبر 3 نقاط لنادي الزمالك. على تاريخ الدوري المصري عموما، تاريخه تلاقي النادي الاهلي دوري، النادي الزمالك هما المتصدرين المشهد. طب اللي حصل ده، هل في أندية ممكن تستفاد منه؟ ببساطة كده حضراتكم لما نفكر نلاقي نادي بيراميدز بيفكرني. نادي بيراميدز اللي هو اسمه الأهرامات أو بيقولوا عليه بيراميدز، بيفكرني بفيلم محمد سعد لما قال ادونا فرصة بقى. دلوقتي فرصة بيراميدز بقت كويسة. ده اللي حصل امبارح في نادي القرن، النادي الأهلي انسحابه من المباراة أمام نادي الزمالك بسبب انه هو طلب تحكيم اجنبي وكان التحكيم مصري، يخلي بيراميدز دلوقتي يقول ادونا فرصه بقى. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.